يا صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنعمل وصفة جديدة. النهارده مش هنعمل اكل، والنهارده مش هنخش المطبخ خالص. هقول لكم بقى النهارده هنعمل ايه، مفاجأة بصراحة مش هتتوقعوها ابدا. ده طقم انتريه. ده القماش. يعني النهارده جايه اتكلم مش على ده بالاخص، بس انا برضو قلت اوريهولكم. انا كان عندي ستارة ما كنتش بستخدمها كتير. الاول هكلمكم عن دوت. ده القماش اللي احنا بنعمل بيه الانتريهات والصالونات والمفارش والمراتب، المراتب اللي هي القطن. لكن ده القماش اللي انتوا شايفينه قصادكم ده ستارة، والله دي ستارة. نرجع هنا تاني طيب واكلمكم عن الستارة. بصوا الوردة دي يا بنات بتتباع جاهزة لوحدها في اكياس كده عند المحل اللي بيبيع البنس وبيبيع الشريط بتاع الستاير وبيبيع الكنار اللي انت شايفاه الجميل. بصي اللي هو الورد اللي من تحت ده كنار تحفة. دي بقى الستارة اللي انا بكلمك عليها. ده مفرش كده، ده خلاص كده بعد ما راح عند الترزية وتقصقص. الشيفونة اللي الناحية دي كده الستارة. والستان ده انا جايباه بالمتر، واللي في النص دوت كنار. الكنار ده انا جايباه المتر ب7 جنيه. كانت عندي الستارة ديت بصراحة ما كنتش بستخدمها. وكانت مركونة عندي يعتبر من الجواز. يعني شوفي بقالها بقى 8-9 سنين كده، ولا 10 سنين اكتر كمان. بصراحة عملت منها مفرش ترابيزة زي اللي انت شايفاه دوت، ومفرش الصالون اللي كان من شوية اهو، مفرش الانتريه قصدي. وعملت منه مفرش سفرة. جيت بقى عند مفرش السفرة قلت للترزية انا مش هحط كنار، اخر حاجة في الستارة بيبقى هي فيها كنار زي ما انت شايفة كده، شياكة خالص. وده الكرسي بتاع الانتريه، ودي الكنبة اهو، وعاملة كنار اهو من تحت. استغليت الستارة عملت منها مفارش سفرة ومفرش ترابيزة وجزامة وشوفونيرة جوه في اوضة النوم، وبقيت الانتريه بقيته برضو جوه في الأوضة. استغليت بصراحة الستائر القديمة اللي كانت عندي، هما كانوا حتتين استغلتهم. وطبعا بتبقى الستارة العرض عرضين، فهتلاقيها وفرت معاكي في كذا طقم. يعني انا دلوقتي كده بروق الريسبشن، بشيل بقى الحاجات اللي هي ممكن تنفعني في المواسم، في العيد، في رمضان، ضيوف تيجي عندي او حاجة بحافظ عليها وبشيلها، عشان مش كل شوية اغسل الحاجات القطيفة دي. مثلا ايه عند الناس بتبقى ايه الحاجة غالية جدا، عشان ما عنديش مكان ان انا اغسل فيه في البيت، فبضطر ان انا ايه اطلعهم بره. لكن انا لو عندي مكان في البيت طبعا هغسلهم ايه في البيت وكده. فانا بقى بحط المفارش اللي هي النساجون اللي هي الخفيفة دي، بتتحط في الغسالة وبتبقى سريعة سريعة كده. مجرد ما تتوسخ معايا بحطها في الغسالة وافرشها دايما. بصوا مفرش السفرة يا بنات، مفرش الترابيزة قصدي، كأنه يعني مفرش ترابيزة، مش اللي يشوفه كده ما يقولش ده مفرش ستارة. يعني ما يكون ان انا مش عاملاه من الستاير. بحب اشيل بقى المفارش ديت كده، واحب اشيل بقى الطقم اللي انا عاملاه اللي هو كان ستارة، وانا عملت بيه مفرش سفرة وترابيزة وانتريه. بيبقى الشكل بقى كله جميل جدا. يعني تفرشي كده الانتريه والسفرة والترابيزة تحس ان هو طقم كامل. لكن طبعا لو انت جايباه من بره هيبقى مثلا طقم انتريه بس او طقم صالون بس. برضو بصراحة الطقم اللي انا عاملاه بتاع الصالون اللي هو الكافيه ده اللي هو كان من شوية اللي في اول الفيديو، بصراحة يعني تحفة. محمل القماش اللي هو بتاع الانتريهات والصالونات والقماش بتاع المراتب. جبته من سوق الجمعة او من الغورية تحت حسب ما يكون عندك القماش موجود. بص انا بوريكم اهو، ده الكنار وده الستارة، والظهر بتاعها الستان. الستان كنت جايباه ساعتها ب20 جنيه، معرفش دلوقتي بصراحة كام. بشيل بقى الحاجة بقى اللي تنفعني بقى في وقت كده او مناسبة او ضيوف يجولي، وبحط بقى ايه حاجات كانت قديمة عندي بس كده، مش باينة خالص ان هي اساسا كانت ستارة. اي حاجة عندك في البيت طلعيها واستغليها. بصوا مفرش السفرة يا بنات كأنه مفرش سفرة جاهز.
عشان طبعا ده اخر الكنار بتاع الستارة. وده الستان اللي انا بقولك عليه الترزية بتحطهولك من الظهر. بس حاولي تنسقي كده ايه اللون، يعني اساسا كده اساسا الستان في منه الوانات كتيرة جدا. بحب اعمل بقى شوية كعك كده للولاد في اي وقت كده. المعجنات دلوقتي بقت بره غالية، شوية الكعك بصراحة مش يعني بيوفروا جدا في البيت. بحطهم في علبة كده او على السفرة زي ما انتوا كنتوا شايفين. في اي وقت الولاد بقى جعانين وهم رايحين جايين كده ايه يلقطوا كده ايه في الكعك. بسكوتات الشارع بقت غالية، والكيكيهات بقت غالية بتاعت الشارع. فلما بقى قاعدة فاضية كده بعمل لهم شوية كعك واحطهم في علبة كده. انا نفسي مثلا رايحة الشغل او حاجة باخد شوية في لانش بوكس. ده مفرش الجزامة. هو صغير شوية بس ايه دي كانت اخر حتة، بس انا استغليت بصراحة. ده بقى الطقم اللي بقولك عليه ما شاء الله محمل جدا، القماشة بتاعته حكاية. دي القماش اللي احنا بنعمل منه بقولك الانتريهات والصالونات. نقي بقى بصي الشكل اللي انت عايزاه في القماش، وتنقي الكنار اللي انت عايزاه. في بقى كنار بيبتدي بقى من 7.5 لحد 30 جنيه. الطقم ده بقى كنت عاملاه من 5-6 سنين بصراحة. بس بصي ما شاء الله محمل اهو هو كمان، وعايش معايا بقاله فترة كبيرة اهو. الكنار اللي قدام الروماجي ده يا بنات برضو بيتباع بالمتر. كل حاجة بتتباع وانتي تروحي تعمليها عند الترزية. بصراحة بتبقى الحاجة حلوة جدا. ممكن تعملي منهم مثلا مفارش على الايدين. لكن ده اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بيبقى جاهز. حتى تحسي ان الطقم ما بيبقاش يعني واصل للانتريه من جوه زي ما احنا عايزين كده. خلاص انا خلصت اهوت وفرشت المفارش اللي هي النساجون بتتغسل معايا بسرعه، وفرشت مفرش السفره اللي هو الجاهز برضو ده مش عاملاه عموله يعني او حاجه. وكده انا خلاص خلصت الريسبشن وروقته ترويقه نضيفه كده ولمعت. ويا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم، واكون فدتكم باي ستاير عندكم قديمه تقدروا تستغلوها. ما تنسونيش بالاشتراك وباللايك عشان قناتي تكبر بيكم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.